بعدين اكو نقطه مهمه. شوف، الان محمد الراوي ومعرضه، معرض الكره، الان هذا التحكم وهذا التواجد وهذا وفرض السيطره والنفوذ، هذا ليش؟ شلون يعني عرفت أني فرض السيطره والنفوذ؟ هذا اتهام مباشر. يعني طبعا قبل كل شيء انت زميلي وصديقي واخويا، طبعا كل اسم ينورد اسمه في البرنامج له حق الرد من مبدأ الحياديه والوقوف على مسافه واحده. تفضل استاذ ميناس. نعم. انت رحت لك يومين. نعم. هم زين ما طلعت فيزتك مال امريكا، لو رايح للفيزا مال امريكا كان قربتها للدنيا. رحت يومين لكندا. لا طلعت بفيديوهات بس ما عندي، بس ما وصلني شيء اقدر استند عليه. لا، صايره امور هوايه، الشباب مرتاحين وكانه هي رحله للسياحه والسفر، مو لتمثيل العراق في كاس العالم. خلي يفهمون، يعني باسل جورجيز، غانم عريبي، علي حسين الله يرحمه، احمد راضي الله يرحمه، من راحوا للمكسيك في كاس العالم قدروا يروحون نايت كلابات، قدروا الجمهور شافهم هناك، راحوا بكل احترام. المنتخب الوطني في زمن حكيم شاكر، المنتخب الوطني في زمن راضي شنيشل، المنتخب، يعني شفنا هاي الامور ده تطلع، ما طلعت ابدا، ما طلعت. زين، معرض الكره ايش بيه؟ المدرب وصاهم. نرجع لمعرض الكره، يعني محمد الراوي عندك انت بفندق المنتخب وفي طابق المنتخب؟ انت صفتك القانون، اريد صفته الرسميه. انت عندك ربعه مال فيسبوك بها 4.5 مليون مشترك، اقوى لايكات عندك يعطوك لايكات توصل في 50,000 60,000. ادري معرض الكره بمكتب رئيس الاتحاد موجودين لهم ايادي، بالانتخابات كانوا حمله كبيره ضد عدنان درجال، وهسه يطلقون تسميه جديده الدرجالي، انت درجالي وكذا. معرض الكره اريد افهم شنو موضوع معرض الكره؟ ليش هالتحكم؟ ليش هالنفوذ؟ ما صايره بكل اتحادات العالم، افتر الاتحاد المصري موجود الاعلام الخاص بالمنتخب والبعثه فقط، ماكو غير اعلام. حتى شاهدت من رحت هسه من شفت بكندا، شفت اكو غير الاعلام الرسمي للمنتخب العراقي؟ لا، موجود الاخ دشتي موجود، يعني هذا مراسل الكره، معرض الكره. يعني ادخل على معرض الكره تشوف كل شيء حصري من داخل يعني الاماكن القريبه من المنتخب. من راحوا للمكسيك ايضا، ضد بوليفيا، شفنا لقطات خاصه بمعرض الكره. يعني هو مستثنى من كل شيء، صاحب السطوه. هسه اوكي، مو هاي الامور، مو احنا اكو شغلات، التدخل بصفقات المدربين، الحمله اللي قادوها على ميمي، مو قادوا حمله قبل فتره، قالوا عمره على اساس رادوا من عنده ما اعرف شنو، طلعت بالفيسبوك وانه شككوا في عمره، والان يحتفلون بعيد ميلاده لان الموضوع تغير. الاخ كريم محمد علاوي طلعوا له شغله انه يحاكي بها على، يقصد بها على اساس عدنان درجال، وطلع الرجال قال اني ماكو، يعني موقع يثير الريبه. هذا الموقع يزيد ضغط اعلامي على اللاعبين، يعني اللي ما يجي وياهم موجوده، اللي ما يجي وياهم يشنون حمله عليه بالتسقيط. هسه هو هذا الموقع اوكي، هسه هذا موقع ميناس، هو موقع معرض الكره محمد الراوي للاخ محمد